السلام عليكم. اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي يا ريت يتابع معايا الفيديو للاخر لان الفيديو فيه كلام مهم جدا. تابعوا معايا الفيديو. من وقت جلسة محاكمة مروة يسري او المعروفة اعلاميا بمروة بنت مبارك واللي كانت في 31 اغسطس، تم حجز القضية ليوم 13 سبتمبر الجاري. اول حاجة احب اتكلم فيها النهاردة عن محمد مسعود رزق او محمد بوجي. هو مدمن متعافي، بس الموضوع اكبر من كده بكتير. تابعوا معايا الفيديو واتمنى من حضراتكم دعمي بلايك للفيديو وكومنت برايكم تشاركوني فيه رايكم وسبسكرايب للقناه علشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. محمد مسعود رزق او محمد بوجي مش بس مدمن متعافي من سنتين، لا ده كمان باع كليته. تعالوا نعرف ايه الموضوع. محمد مسعود رزق مدمن متعافي من سنتين، وهو كان بيحكي قصته. بدأ من سن 16 او 17 سنة في فترة المراهقة. كان بيحكي قصته، بيقول الموضوع بدأ معايا لما كنت بقف على ناصية الشارع وكان في مكتب حفلات او مكتب افراح، فالناس بدأوا يقولوا لي ما تيجي تشتغل معانا في المكتب ده. دخل المكتب لقى ناس مدمنين وبدأ موضوع الإدمان من هنا. كان عنده فضول يعرف هما بيعملوا ايه وبدأ يقول لهم طب انا عايز اجرب، فبدأ يجرب وبعدين كمل في الحقيقة ان قصته ألهمتني في حاجة مهمة جدا، وهو مش موضوع الإدمان وبس، لا ده كمان باع كليته. هو كان بيحكي قصته وكان بيقول ان هو كان بيحب كاركتر الشباب اللي هي ليها في العلاج وليها في الجو ده. حس ان الموضوع له علاقة بالإدمان فبدأ يجرب المخدرات. بوجي حب الكاركتر ده قوي، كاركتر الشاب اللي بيشرب ومش فارق معاه اي حاجة. اكتر الجمل اللي عجبتني الحقيقة ان هو قال انه شال نعم ربنا الطبيعية واستبدلها بنعم صناعية، وهو انه كان بيشرب، كان بيعمل كوارث، ومن كتر ما كان بيضرب كان بينام على نفسه وكان بيصحى بيقوموه ويقولوا له انت عملت كوارث يا بوجي. هو ما كانش بيصدق وما كانش بيتأكد من الموضوع ان هو كان بيعمل كوارث في الشارع الا لما كان بيروح السوبر ماركت ويتفرج على نفسه وهو بيعمل كوارث في الشارع من كاميرا المراقبة. من كتر الصدمة اللي هو كان فيها كان بيعيط. كان بيحب بنته وهي كانت بتحبه جدا وكانت عارفة قصته في الإدمان، ما ساعدتهوش على التعافي من الإدمان، بل بالعكس هي كانت بتقوله احنا هنتجوز امتى، فهو كان رد عليها انه هو ما كانش معاه فلوس وهي كمان ما كانتش لسه اتجهزت، فهي اقترحت عليه انه يبيع كليته ويبيع كليته مقابل 100,000 جنيه. طبعا هو علشان كان بيضرب كتير فهو ما كانش واعي للكلام اللي هي بتقوله. قالت له ما تقلقش الموضوع سهل جدا وبسيط، انا اخويا باع كليته وانا اختي كمان باعت كليتها والموضوع ما كانش صعب. ودته لاخوها واخوها ده وداه لواحد كان قاعد على القهوه وعرفه بيه. طبعا الواحد ده جاب له تليفون واتفق معاه انه يبيع كليته. قعد شهر و10 ايام يعمل تحاليل واشاعات وصبغه على جسمه وياخدوا منه عينه دم علشان يطبقوها بعينه الدم اللي الكليه هتتنقل لجسمه. بوجي كان عارف الست اللي هي المفروض الكليه هتروح لجسمها دي، بيقول انا لسه فاكر اسمها لحد دلوقتي، وهي كانت بتتكلم معاه وبتطبطب عليه بتقوله وفي عيونها كده في دمعة بتقول له انا بقالي 20 سنة بغسل وانت الوحيد اللي هتنقذني. بوجي بيقول انا رحت المستشفى كانت معايا الست دي اللي انا هديها الكلية بتاعتي، وكان معايا الراجل اللي اتفق معايا، وبعدين انا نمت وصحيت على وجع كبير جدا، وقال الكلمة دي هم حرفيا جزارين. عملت العملية وروحت البيت وبعدين والدته قابلته وقالت له انت كنت فين؟ قال لها انا كنت في اسكندرية وكنت شغال. قالت له بس انت وشك اصفر. قال لها انا كنت متعارك. طبعا والدته ما صدقتش الكلام اللي هو بيقوله، ومن نظرة عين من بوجي والدته فهمت كل حاجة، وطبعا من الصدمة هو رفع لها التيشيرت وقال لها ده المكان، وهي طبعا ما استحملتش وشها الشمال جات له جلطه وما بقاش يتحرك. هو في اخر قصته قال ان هو مبسوط جدا ومن نعم ربنا عليه انه تعافى، وهو كان بيقول اللي خلاه يتعافى ان اخوه مات برضو بسبب ان هو اخد كميه كبيره جدا. طبعا بعد ما والدته جالها جلطه في وشها والنص الشمال ما بقاش يتحرك، طبعا هو بوجي ما وقفش عند كده وبطل ضرب، لا ده كان بيضرب اكتر من الاول. وبعد ما لقى ان اخوه مات في الشارع بسبب الضرب هو ما بقاش يحس باللي هو كان بيعمله، والضرب ما كانش بيأثر في جسمه زي الاول وما كانش بيحس بالسعادة اللي كان بيحس بيها في الاول. وبعدين قال لوالدته ان هو عايز يوقف ضرب وودوني علشان اتعافى. في اخر قصته بوجي كان بيحكي وبيقول ان هو مبسوط جدا انه اتعافى وده من نعم ربنا عليه،
ودلوقتي امه وابوه بقى بيحبوه واخواته بيتشرفوا بيه وبيحبوه وبيقعدوا معاه اكتر من الاول. وكمان طبعا انا حبيت اقول القصة دي علشان اوضح ان لسه تجارة الاعضاء في مصر لسه شغالة، وان هما بيستقطبوا الناس اللي هما مدمنين ومش حاسين باي حاجة وما عندهمش وعي، او الناس الجهلة او الناس الفقيرة واللي حالتهم المادية صعبة جدا. طبعا الاسامي اللي قال عليهم بوجي في الفيديو بتاعه لازم يتجابوا ولازم يتحاكموا، لان الموضوع مش موضوع تبرع، لا ده موضوع تجارة اعضاء. لازم الناس اللي قال عليهم بوجي دول يتجابوا ويتحاسبوا. اما موضوع في فيديو النهارده والموضوع الرئيسي هو موضوع هبة ترك زوجة الراحل ابراهيم شيكا الله يرحمه. كانت ظهرت مع المذيعة الجميلة علا شوشة ترد على الشائعات اللي هي طبعا كلام هبة ترك ومداخلة الفنانة وفاء عامر أثارت شكوك الناس أكتر بدل من ان الحلقة تبقى في صالحهم. واللي الناس استغربت له اكتر وهي ظهور هبة ترك مع الراحل ابراهيم شيكا بعد وفاته مباشرة في فيديو وهي كانت بتعيط. كانوا بيقولوا ان ازاي هو مات وحد هو عزيز عليكي ومات وانتي بتصوري معاه فيديو. تاني حاجة بقى واهم حاجة هي العربية اللي هبة ترك كانت راكباها، والمذيعة الجميلة علا شوشة كانت بتسألها انت ازاي راكبة العربية دي وهي تعدي ال1,000,000 جنيه. قالت لها لا دي مش عربيتي، دي عربية واحدة، هي ادت لي التوكيل بتاعها علشان اتحرك بالعربية في اي مكان انا عايزاه. فالموضوع غريب ومريب شوية، يعني عربية مثلا فوق ال1,000,000 جنيه ازاي واحدة هتديها لك هتديكي التوكيل بتاعها علشان تتحركي بيها في اي وقت انت عايزاه؟ يعني ده اللي بيسلف حاجة لحد واتأخر عليه شوية بيقعد يطالبوا بعدها بيومين او 3. فازاي عربية تعدي ال1,000,000 جنيه وهي مديالك التوكيل بتاعها وتتحركي بيها في اي وقت انت عايزاه؟ طبعا احنا مكملين معاكم في القضية وان شاء الله الحق هيظهر قريب. لو وصلتوا معايا للدقيقة دي من الفيديو احب اشكر حضراتكم جدا على متابعة الفيديو، واتمنى دعمكم بلايك للفيديو وكومنت برأيكم تقولوا لي فيه رأيكم، وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. والسلام عليكم.